السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بالف خير. البنات البارح درت معكم واحد الفيديو اللي رائع بزاف البنات. كنتمنى من الله انكم تجربوه لانه كيعطي واحد النتيجه روعه البنات. راني البارح ملي قطعت معكم الفيديو مباشره وضعتها على وجهي، ما شاء الله شوفوا كي كيصبح الوجه، ما شاء الله. واحد الاشراقه، جا نقول لكم واحد الاشراقه، واحد البياض، وما شاء الله كتربي لينا الحنيكات اللي قلت لكم اللي فيها البيض البلدي مع بيض البلدي مع الخميره سريعه التخمير اللي كنديروا في الخبز. المهم هاد جوج مكونات هادو ما شاء الله كيبقاو الحنيكات يخرجوا ما شاء الله وكيبانوا. ها نتوما شوفوا اخوتي ما شاء الله. شو رجعوا الفيديوهات ديالي القديمه وشوفوا الفرق، يبان لكم الفرق كبير. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه كيف ما قلت لكم ديال البارح، راه كتبيض الوجه وما شاء الله كتعطي واحد الاشراقه للبشره وكتبيض لينا البشره وكتقضي على التجاعيد. كيف ما كتعرفوا البيض البلدي لانه غني بالبروتينات وغني من الفيتامينات البشره، وكيزيدنا الكولاجين البشره وكيقضي على التجاعيد المبكره وعلى الخطوط اللي كيكونوا في الوجه. او مثلا هذاك شنو نقول لكم، تتكون بحال واحد الزروقيه كتكون هنايا حتى هي ما كتبقاش نهائيا. بالنسبه لجميع الوصفات اللي كنبارطاجي معكم راهم رائعين واكثر من رائعين وكيستاهلوا البارطاج وكيستاهلوا التجربه. بالنسبه ان شاء الله اليوم غادي ندوزو لواحد الوصفه واحده اخرى اللي حتى هي كتعلق بالبشره والتصبغات والبشره اللي كتكون مثلا شنو نقول لكم اخوتي. كاين مثلا اللي كتكون البشره ديالو ناشفه وكيدير مثلا البوماده ديال الشمس كيبقاو ليه واحد القشور اللي كيكونوا في الوجه، تيكونوا واحد القشور بحال هكا بحال القشره كتكون في الوجه. يعني ما كتجيش معك بوماده لا الشمس لا فون دو تان. كاين بزاف ديال الاخوات اللي كتوقع عليهم هاد يعني هاد الحوايج بحال هكا، لان حتى انا كنت منهم. كنت كنشري اغلب بوماده في الصراحه فون دو تان كنت كنستعملها البشره ديالي اللي كنت كنستعملها. وفي الصراحه شنو نقول لكم اخوتي، كنت كنستعملها البشره ديالي وكانوا كيبقاو لي واحد القشور في وجهي بحال القشره بيضه من الفوق، يعني ما كتبانش ديك الفوندوتان زوينه. بالنسبه دابا منين بديت كنستعمل الوصفات الطبيعيه ما شاء الله، يعني تغلبت على هذوك الحوايج اللي كانوا مثلا مخسرين ليا البشره ديالي. يعني دابا وليت دابا كنستعمل اي فوندوتان، اي بوماده الشمس، اي مثلا فندق تاع البشره، ما كيبقاوش دوك القشور في البشره ديالي كيف ما شفتوا. ها نتوما كتشوفوا ما كتبقى لا قشره لا حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم انا في وقت البرد اول حاجه كنغطي البشره ديالي بالزيوت، تنعطيها الزيوت في وقت البرد البنات. ننصحكم نصيحه لا في سبيل الله، ما عمركم ديروا الزيت في الصيف، لان الزيت في الصيف واخا كتغسلوا الوجه ديالكم باش ما غسلتي وجهك اختي في الصيف راه كيتاثر، راه كيتاثر ليك بديك الزيت، لان ديك الزيت كيشربها البشره ديالنا، لابو ديال البشره كتشرب ديك الزيت، كتشربها كتبقى لداخل، يعني كتبقى في الجلده الثانيه. وملي كتخرجي للشمس راه وجهك كيتحرق. بالنسبه للزيوت ما تستعملوهمش في الوقت الصيف نهائيا وابدا. امتى غنستعملوا الزيوت؟ غنستعملوهم نهار وقت البرد، كتكون الشتاء والبرد، هذيك الساعه الاطاك للزيوت. كيف ما قلت لكم انا دابا راه منين جا وقت الشتاء وانا كنعطي لوجهي الزيت. شوفوا وجهي كيبري مع التليفون، واخا ما عنديش شي تليفون اللي زوين بزاف اللي كيعطي حق الحاجه وحق التصوير، يعني فيديو ما كيجيش واضح كيف ما كنبغي. ولكن شنقول لكم اخوتي، يعني من هنا لقدام نقدر ناخذ شي تليفون اللي يكون مزيان وكيبين يعني تصويره مزيانه وكيبين مثلا الوجه مزيان. بالنسبه كما قلت لكم اخوتي انا في وقت البرد ما كان غير الزيوت، زيت ارغان هي اللي كنستعمل، زيت ارغان وزيت اللوز والزيت ديال الصوجه. هادو هما الزيوت اللي كنستعمل. وراك شوف فيديوهات القدام راه كيف ما قلت لكم راه الزيوت انا ما كيخطاونيش. ولكن في وقت الصيف راني ما كنستعملش الزيوت، كنستعمل غير الوصفات الطبيعيه مع بوماده تمشي فقط، ما كندير لا فوندوتان لا حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم اخوتي الوصفات الطبيعيه في الصراحه الا تبعتيهم وعطيتيهم وقت راه كيعطيوك نجاح. درتيها مره واحده وحبستيها راه طبيعه الحال غتعطيك واحد النسبه قليله ديال النجاح. بالنسبه اي وصفه بغينا نستعملوها ضروري نعطيوها حقها ديال الوقت كيف ما قلت لكم. والوصفه اللي عطيتكم البارح ديال البيض البلدي وديال الخميره سريعه التخمير، هذيك الوصفه راه اكثر من رائعه. لا رجعتوا الفيديوهات ديالي القدام راه ما غتلقاوش عندي وجهي بحال هكا، يعني كان وجهي ضعيف. بالنسبه لهذه الوصفه هذه استعملتها مره الاولى بان لي النجاح ما شاء الله، واستعملتها البارح منين درت معكم فيديو استعملتها حتى البارح، يعني ما شاء الله كتعطي واحد النجاح اللي نقول لكم 100%. وبالنسبه دابا ما غنستعملهاش اليوم حتى الغدا ان شاء الله، نستعملها حتى يعني نشوف مازال ما
مثلا النتيجه اللي بغيت انا نحصل عليها، صافي غادي نحبس الوصفه. ان شاء الله غندوزو الوصفه ديال اليوم اللي غادي نحتاجو فيها البيض كيف ما كتعرف، عفوا اعتذر، اللي غنحتاج فيها الحامض السيترون. غنحتاج حامض اخوتي، كيف ما كتعرفوا الحامض غني بالفيتامينات وتا هو ليه فوائد كبيره للبشره ما شاء الله، وكيحميها من التسبغات ومن الاوساخ ومن بزاف ديال الحوايج، وكيغذيها لينا وكيزيد الكولاجين في البشره. كيف ما كتعرفوا السيترون غني 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 بالفيتامينات، وغني بزاف الكولاجين البشره. المهم راني خديت حامضه قطعتها على جوج. وغادي نحتاج اخوتي النشا، كيف ما شفتوا النشا هي هذه النشا الذره. غادي نحتاج واحد الكميه اللي غادي نخدم بها، انا دابا درت كميه كبيره باش ناخذ منها ان شاء الله الكميه اللي غنحتاج. مهم النشا ديال الذره راني حتى هي عندي، كيف ما شفتوا النشا ديال الذره، وكما قلت لكم الحامض. النشا ديال الذره والحامض غنحتاج هاد جوج مكونات فقط في هاد الوصفه هذه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، واحد البياض اش نقول لكم اخوتي. ملي كتغسلوها كتبان لكم وجهكم كيشعل، وجهكم كيلمع، اوساخ كلها كتزول من البشره، واحد البياض اللي كيعطي البشره اش غنقول لكم كيولي وجهكم يشقشق بالبيوضه. واللي شافك اختي يقول لك اش كتستعملي الوجه، اقسم بالله العظيم. وانا يعني انا في كلامي اش نقول لكم، انا ما صدقاتش لكم دخلوا عندي قول لي فلانه ما صدقاتش، ولكن ما شاء الله هاد الوصفه هذه راه كتصدق 100%. وان شاء الله حتى هي اللي كنت كنستعمل الوجه ديالي. كيف ما قلت لكم غادي نشد النشا، غادي نشد النشا، هي زلافه خوتي خاويه. غادي نشد النشا هي معلقه، كنوريكم انا جميع التفاصيل. غنشد النشا، واحد المعلقه ديال النشا ديال الذره كيف ما شفتوا، هي معلقه. غادي نكبها في هذيك الزلافه، نشوف شحال واش غادي تكفيني الكميه. غادي نزيد اخوتي واحد تقريبا معلقه ما كاملاش ديال النشا اللي زدت، لان غندير الوصفه اللي غنستعمل اليوم. صافي اخوتي غادي نشد هاد حامضه، نص حامضه، راه حامضه قطعتها على جوج. غنشد هاد نص حامضه هادي، غادي نعصرها. غادي نقرب لكم الكاميرا، غادي نعصرها على هاد النشا هادي كيف ما شفتوا. غنعصرها على هاد النشا، ما شاء الله راه فيه الماء. تجانسوا ليا المكونات بجوج كيف ما شفتوا. ها نتوما غنعصرها غير بيدي. صافي خوتي ما نضيعوش هذيك القشره اللي كتبقى لينا ديال الحامض، بحال مثلا هاد القشره هذه ديال الحامض اخوتي. في الاخير غادي نغسل بها يديا بحال هكا. هاد القشره ديال الحامض نغسل بها يديا اخوتي بحال هكا بحال هكا. كيف ما كتعرفوا الحامض راه غني بالفيتامينات وكي مزيان. ها نتوما راه غسلت بها يدي صافي. وغادي نشد هاد الحامض هذا، غادي نخلطو مزيان مع النشا ديال الذره. خاصني خوتي نزيد الحامض لانها كما قلت لكم غنزيد شويه ديال الحامض. غادي نهز نص الاخر وغادي نزيد نعصر حتى نحصل على الكريمه. كيف ما قلت لكم غادي نحصلوا على الكريمه، غنحصلوا على ديك الكريمه اللي بغينا ديال النشا ديال الذره والحامض. صافي خوتي راني حصلت على هذيك الكريمه اللي انا بغيت. ديروا الحامض الصفر اللي ما كيكونش مجهد بزاف، ما ديروش هذاك الخضر اللي كيكون خضر، اللي كيكون الحامض خضر غيحرق لكم البشره ديالكم. استعملوا داك الحامض اللي كيكون جلدتو هكا صفر اخوتي باش ما يحرقكمش في البشره ديالكم. هذا اخوتي بحال اللي طايب، الحامض بحال اللي طايب هذا تيكون ما تيكونش حامض بزاف وتيكون فيه الماء بزاف. عقلوا عليه، خذوا الصفر وما تاخذوش الخضر. صافي خوتي كيف ما قلت لكم راني حصلت على الكريمه ديالي اللي فيها النشا ديال الذره والماء ديال الحامض كيف ما شفتوا. من الاحسن اخوتي كاينين اللي غيسولوني في لي كومونتير غيقولوا واش نستعملوا الحامض السائل. بالنسبه للحامض الطبيعي احسن اخوتي. كيف ما قلت لكم راه حصلت على هاد الكريمه هذه. صافي اخوتي كنشدها نمشي نشوف ما جبتش اخوتي باش نستعملها في البشره ديالي، ما جبتش شي فوطه في الصراحه. كيف ما قلت لكم غادي نشدها هكا وغادي نستعملها على البشره ديالي كامله. راه ما كيحرقش اخوتي الحامض لان انا ما خديتش داك الحامض الخضر. غنستعملها على البشره ديالي كامله هكا. راه كتجينا على شكل بوماده هكا اخوتي. غادي ندهنوها البشره كامله البنات هانتو، وغادي نخليوها واحد تقريبا دقيقه
ونغسلوها، راه ما كيحرقش لان كما قلت لكم الحامض خديتو طايب اللي صفر. ها نتوما شفتوا انا استعملتها قدامكم. اش نقول لكم، ما شاء الله راه واحد النتيجه. مم. صافي غادي نبقى هكا تنديرها في وجهي كامل اخوتي، تندهنها في وجهي كامل. مم. تندهنها في وجهي كامل ونخليها تقريبا واحد الدقيقه ونمسحها خواتاتي. اش نقول لكم، واحد النتيجه، واحد النتيجه راه اكثر من رائعه. انا دابا ملي غادي نحبس الفيديو معكم راه غادي نديرها لوجهي كامل اخوتي. اش نقول لكم، راه ما كيحرقش لان كما قلت لكم الحامض اللي استعملت البشره ديالي، استعملت الحامض اللي طايب يعني اللي صفر كيف ما شفتوا. انا غادي نمسحها كاع دوك الاوساخ اللي كيكونوا في البشره راه كيتحيدوا البنات. ها راه ما كتحرقش نهائيا. مم. راه ما كتحرقش نهائيا اخوتي، غير استعملوها ما تحرقكم ما حتى شي حاجه، غير ما ديروش داك الحامض اللي كيكون خضر. صافي انا دابا ملي غادي نسالي معكم الفيديو ان شاء الله غادي ندوز ديريكت غادي نستعملها لوجهي ونخليها واحد الدقيقه ونغسل وجهي كما العاده. شكرا لكم بزاف 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 لانكم تبعتوني من الاول حتى الاخر، وما تنساوش البارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ان شاء الله باش الافاده والاستفاده توصل للجميع. وحياكم الله وشكرا لكم بزاف انكم متابعين القناه ديالي. والى فيديو جاي بصراحه برزقني هاد الشلاضه اخوتي. ان شاء الله غندوزو واحد الفيديو تا هو رائع ان شاء الله. مهم اخوتي الى اللقاء، حياكم الله الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.